انا مش شخص ابدا ليه عدائيه قوي مع حد، انا مش كده. علقه مم. بناخدها مم. ان احنا بنتطور بنبقى احسن. طبعا كما علمته رمي السهام فلما اشتد ساعده رماه. يعني هل انت مثلا كنت متوقعة ان الكوتش ده لازم مثلا يكون شخص ما بيزعلش خالص، ما بيتضايقش خالص؟ هو ده الرزق الحقيقي للإنسان. ازاي انت عارفة لسه تمسكي الحتتين دول؟ لان بالنسبة لي ده صراحة اختراع. لا، الحياة قاسية جدا، يعني هي على الجميع قاسية بدرجات. الاتصال بالروح والاتصال بالله عز وجل. وانتي بتقولي لي احنا كأننا تبادلنا الادوار، كأننا احنا حصل لنا حالة اتصال تواصل، وده فعلا ده دور اللايف كوتش على فكرة. انتي مجموعة من الأجزاء، انتي مش جزء واحد على فكرة. المشاعر دي مفيش مشاعر، او المشاعر مفرطة، او مثلا لا انا بقيت احب العزلة، او لا انا بحب الاجتماعيات وبحب السوشيالايز. ليه الناس ما بقتش عارفة تدمج ما بين ان احنا ممكن نكون كل حاجة؟ كثرة العطاء بتفقد قيمته. ده راجل معطاء، دي ست معطاءة، فنقول دي عندها مشكلة كبيرة. انا ككوتش بقى اقول دي عندها مشكلة كبيرة، فيقولوا لي عندها مشكلة عشان هي عندها عطاء. ايوه طبعا. صحباتي لما يجوا لي البيت صديقاتي يبقوا منزعجين مني جدا. اقعدي خلاص، أيوة، ده اللي عايز حقيقي. حاجه هيقوم ما يعملها. تقعديش فعلا. انت ما تبقيش كيرنج قوي كده. طبيعتي جزء من تركيبه شخصيتي الاتقان. فدايما عايزه الناس اللي هي تجيلي مبسوطه، يخرجوا مبسوطين واخدين ضيافه كامله متكامله وسعداء ورفه عنه. طبيعتي فيها الاتقان جزء من تركيبتي. احكام الناس بتهمني ليه؟ لاني بسعد بكلامهم. خلي بالك ده جزء برضو تاني. انا بسعد بكلام الناس. في ناس ما بيهمهاش تقول لك انا ما يفرقش معايا. لا، انا بيفرق معايا. بيفرق معايا ان انا لما اعمل معاكي حاجه حلوه تقولي الله يا لولو دي حلوه قوي، يا سلام، ابقى سعيده. عشان كده كمان انا دايما طاقتي مع الاخرين كده، ان لو حد اسدى الي معروف ابقى عندي امتنان كبير قوي ليه. ايوه ده حقيقي. لانه الشعور بالامتنان يعني بيرضيكي من جوه. يا جماعه اصلها كلمه بسيطه قوي، اصل كلمه طبطبه. يعني احنا بشر، احنا مش آلة، احنا بشر، نفس وروح وجسد. ليه البشر دلوقتي بقت تستخسر في بعض الكلمة الحلوة أو كلمة الإعجاب، اللي هو أقول لك الله ما شاء الله النهاردة أنت شكلك حلو قوي، النهاردة اللبس بتاعك جميل، أنت زي متألقة كده. ليه الناس متخيلة إن الكلام ده لما أنا هقوله لك أو أنت هتقوليه أو هم هيقولوه لبعض، يعني إن كده أنا بخطف النظر من عليا وبحطه عليكي؟ ليه الناس عندها تصور ده تصور سطحي تافه ده حتى في ساذج. شغلنا برضو، يعني ليه لما بقى؟ بتعملي حاجة في شغلك مثلا بيكون فيها نجاح أو يكون فيها تقدم أو يكون فيها أو بتدخلي روح جديدة في حاجة معينة، برضو بتحسي إن في صعوبة جدا على الناس في إنها تقول الله ده حلو ده. بصي، الشخص اللي هو ما يقدرش يقول الحقيقة واضحة ومعلنة، ده شخص هتلاقي جواه لف ودوران كتير. ليه؟ لأنه نجاح كلماتي اللي أنا بأثنيها على اللي قدامي طالما يستحقها هي لا تنقص مني. وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي قال. ربنا خلق الأبيض والأسود والطويل والقصير، وأنا مؤمنة أن كل امرأة هي جميلة بجزئية. يعني لو ربنا أراد أنه يخلقنا كلنا طبعة واحدة كان خلقنا طبعة واحدة. لكن هو خلقنا إيه؟ عجينة من التراب، من الطمي. فينا اللي تقيل وفينا اللي خفيف وفينا اللي شكله أمور وجميل وفينا ذو البشرة السمراء وذو البشرة البيضاء. لما ربنا سبحانه وتعالى قال التقوى هنا مش مظاهر دين. التقوى هنا إن إنسانياتك تعلو على رغباتك الشريرة أو السيئة. الطبيعي إن أنا عايزة أخد علبة المناديل دي ليا، لكن الطبيعي إن دينا تاخد كمان من علبة المناديل ليا، ولا تاخد علبة المناديل لوحدها. فاهمة قصدي؟ فهو دي طبيعة الحياة.
انا بديكي، انا بسقف لك في موقف، انت بتسقفي لي في موقف، انا بقف جنبك في موقف، انت بتقفي جنبي في موقف. ما هي الحياة كده. الحياة لو ربنا أراد إن احنا نكون كلنا اسطمبة واحدة وطبعة واحدة وحياتنا تبقى ماشية زي الإنسان الآلي، كان عملنا كده. عمرك يا علا جاء حد شخص في حياتك يعني سواء راجل او ست، شخص كنت انت بتتعاملي معاه عن قرب وفجأة لقيتيه بيقول لك هو انت اتغيرتي عليا كده ليه؟ انت اتغيرتي خالص، انت ما بقيتيش بتتعاملي معايا زي الاول. عمرك سمعتي الكلمة دي؟ سمعتها. مم. سمعتها وحزنت جدا. حزنت ليه؟ لأنه المفروض إنه إحنا في حياتنا بنتطور. التطور هنا مش معناه ان انا تخليت عن الماضي، مش ده الموضوع، مش كده. يعني انت في حياتك كل يوم ابديت، صح طبعًا ولا غلط؟ طبعًا طبعًا. هل اول حلقه سجلتيها زي الحلقه النهارده أكيد لا. اللي بتسجليها؟ اكيد النهارده انت متطوره. التطور لا يعني التخلي، ده حقيقي. التطور لا يعني ان تتركي، التطور انت بتغيري بعض الاشياء بحيث تبدو اجود، تبدو افضل. التغيير هنا مش تغيير الجوهر، هو تغيير طريقة الأداء. في بعض الشخصيات يا دينا دول بيصعبوا عليا قوي، الشخصيات النمطية اللي هم عندهم OCD من جهة إنه لو مثلا الكتاب ده اتزحزح 2 ملي عن مكانه، انت كده عملتي له مشاكل في حياته او عملت لها مشاكل في حياته. طبعا. الشخصيات دي بتبقى غالبا ما بتستجبش للتغيير بسرعه طبعا. طب قانون الحياه التغيير يا جماعه. قانون الحياه الشمس بتشرق وبعدين تغرب، يجي الليل، ننام، نقوم، نصحى، نصلي، ناكل، نشرب. ساعات بتاكلي حاجه حلوه وبعدها تاكلي حاجه حادقه. مش دي الحياه طبعا. ولا الحياه احنا عايشينها كل يوم، تبقى رتيبه جدا، ممله جدا وبشعه جدا طبعا. فالتغيير لازم يبقى تغيير، ما تغيريش الاساس، غيري المظهر يعني الطريقه، لكن اساسك واحد، الجوهر واحد، الجوهر واحد. انا معجبه بدينا، بظل معجبه بدينا مره مثلا علا كريمه هتفضل كريمه بالزبط. ولكن انا الحياه حصل فيها شويه رتوش، حصل تغيير، ولكن انا هفضل السمات والخصائص بتاعتي ان هي انا شخص كريم. خط الشخصيه سيظل يحمل نفس درجات اللون. ممكن يبقى فاتح شويه، غامق شويه، عادي. عميق شويه، زاهي شويه، لكن بيظل الخط واحد. امتى تنزعجي؟ لما الابيض يبقى اسود، لما اللون الجري يبقى احمر، يبقى مش عارف، لما تختلط الالوان بشكل بشع، فخلاص هنا في ناقوس خطر. لكن بقول انه بس العلاقات الانسانيه، انت عارفه، احنا عارفه لما اجي اسلم عليكي وابوسك واقول لك يا دينا الله انت النهارده عملتي برنامج حلو قوي، برافو عليكي، انت عارفه ان اللقطه دي بتعمل هرمون سعاده عند البني ادم؟ طبعا اكيد. انت عارفه انه احنا بنحتاج لحياتنا احنا جسمنا كله هرمونات. ده حقيقي. طب هرمون الدوبامين بقى اللي هو لما تبتدي تقولي انا بكره هشيل شنطتي واروح الاستوديو واسجل حلقاتي، في اخر اليوم برغم كل التعب انت سعيده جدا لان هرمون الدوبامين قال لك الدوبامين انت خلاص حققتي انجاز النهارده، وحصل لي سعاده بالزبط. وحصل لي في عده هرمونات كده، السيروتونين والدوبامين دي هرمونات بتبدو حته لما اسلم عليكي وطبطب عليكي واقول لك وحشتيني يا دينا، احنا بقالنا زمان ما نتقابلش ليه، يلا نتقابل، ده في حد ذاته هرمون سعاده طبعا. لما يجي من شخص عزيز بتكون هرمون السعاده اقوى واقوى. احنا بشر بنحتاج للإنسانيات، فقدنا للإنسانيات مش هنبقى بشر، هنبقى وحوش في غابة الحياة. إذا تركنا الوحوش فيها سايبة كله هياكل كله ولن يبقى إلا أشلاء. يبقى احنا كل واحد فينا، الدكتور مصطفى محمود قال كلمة، قال بتبقى من العلاقات الزوجية مجموعة من الإنسانيات تحكمها، لأن الشهوة راحت أو الشهوة قلت، الرغبة قلت، انت خلاص اعتدتي على، لو واحد اتجوز أميرة الجميلات، جميلة الجميلات، هيعتد شكلها خلاص.
لكن بيبقى في العلاقة الزوجية مجموعة من الإنسانيات تحكم هذه العلاقة، اللي هي وجعلنا بينكم مودة ورحمة. مودة، أنا عايزة منك حاجة وانتي عايزة مني حاجة، يعني الزوج والزوجة، ده هو عايز منها حاجة وهي عايزة منه حاجة. الرحمة إن هو بيرحمها وهي كبرت في السن، وهي بترحمه وهو كبير في السن، وهو في موقف كبر ووهن وضعف. يبقى مجموعة الإنسانيات هي التي تحكم العلاقات. الصداقة، كنا الأول بنعرف نجري ونروح نعمل شوبينج ونسافر النهاردة ممكن أنا وإنتي نبقى أنتي قاعدة في السرير في بيتك وأنا السرير في بيتي، بنتكلم وسعداء جدا بالمكالمة. وبنام منك بلاش نقول موضوع لا لازم ده نقوله. لا بلاش هنقوله عادي، أنا متصالحة مع نفسي في الموضوع أقول ده. يعني قولي أقول. ليا واحدة صاحبتي أنا حبيبتي جدا، أنا كان يوم جمعة أيوة، ولقيتها بتتصل بيا في صباحا. الظهيرة. أيوة، لا كنا قبل الجمعة كان بساعة قبل كده، الجمعة بساعة. لقيتها بتكلمني وبتقولي صباح الخير يا لولو. قلت لها دندن صباح الخير، عاملة ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه، طمنيني عليكي. فانا بحكي لها موقف ايوه لسه يعني حاصل فريش بس قوي. هو الموقف طبعا يعني هو مش موقف هادي، هو المفروض الموقف فيه مفعم مشاعر، بالمشاعر، يعني في مشاعر وفي مشاعر الى حد ما فيها زعل شويه، فالمفروض ان انا اكون متاثره. فانا اللي انا حصل لي ان انا سمعت صوتها استرخت في خالص منتهى الهدوء، على الرغم انها بتحكي يعني موضوع ترابل، مشكله، مش حاجه مثلا مش بتحكي لي قصه العصفوره مثلا طايره في الشجره، لا بتحكي مشكله. فالمفروض ولكن هي صوتها، انت صوتك عنده في نبره، في تون في صوتك. انا بقولك دايما بتفكريني بالناس اللي كانوا الشعراء اللي بيطلعوا في همسات الليل. الصوت على فكرة النبره بتاعتك مريحه جدا وهاديه جدا. فانا اللي حصل لي ان انا عملت مديتيشن، برغم ان انا مش انت مش بتعملي لي مديتيشن، تحكي لي قصه. ايوه بالظبط. خلي بالك ان انا قلت لك دودو خلاص دودو انت معايا، أيوة دينا أيوة. انت معايا. فادركت ساعتها ان انت في حاله استرخاء تامه، واللي هو نايم يعني. انا قلت هي نامت، ممكن يكون الموبايل شحنه خلص او حاجه، بس لسه الخط مفتوح فنامت. قلت فرحت قافله الموبايل وقلت اما اشوفك يا دينا. انا نمت، ولما صحيت كنت محرجه جدا. قلت اقول لها ايه؟ لا بالعكس، اقول لها ايه؟ بس لا انا فعلا بالعكس. حصل لي بالعكس. عايزه اقول لك على حاجه. في هرمون اسمه هرمون الاكسيتوسين، ده ليه علاقه بالطمانينه وشعورك بالامان. ده لما بيرتفع عندنا بتلاقينا. انت عارفه ان انا قريت الموضوع ده بجد، انه بيقول لك لما بيرتفع بتلاقينا نمنا هدينا، بتلاقينا بيقول لك ليه انك انت ممكن لو انت مثلا عند صاحبتك او عند اختك في البيت مثلا، او انت او زوج وزوجه مثلا بيتفرجوا على تلفزيون، ممكن يناموا. أيوة. نوم بيقول لك انه ده النوم ده دليل على انه شعور بالامان، شعور بالطمأنينة والاسترخاء. طمأنينة. أنا ما كنتش أعرف ده لغاية ما قريت القصة دي. في الهرمون ده موجود، ولما بيعلى بتبتدي انت تحسي بشعور الطمأنينة والأمان والراحة. فتبتدي انت خلاص بتسترخي بقى، جسمك بيحصل له يعني خلاص استرخاء، كأنك بالظبط عملتي مديتيشن في بيئة آمنة كمان. طبعا يعني صح. مش مديتيشن عادي، لا ده في بيئة آمنة، انت خلاص سلمتي. بس عايزة أقول لك على حاجة، فكرة انك انتي تبقى صديقتك لايف كوتش. هقولك بقى على تجربتي. أيوة. يعني نخش بقى دايرتي انا، عشان أيوة. انا اللي عايزه اعبر. تعالي لي بقى دايرتي. ما بتبذليش مجهود زي اللي ممكن بتبذليه مع صديقه اخرى. تمام. هي تعلم خبايا الكلمات. أيوة. وتستشعر ما وراء المشاعر، فبتجيب لك من الآخر. وإذا كانت لديها ذكاء، الذكاء للمرأة مهم جدا. أنا أحترم المرأة الذكية جدا. كان أستاذ مفيد فوزي وهو أبي الروحي يعني، كان يقول لي، قلت له أنت يعني قصتك مع المرحومة أمال العمدة إيه؟ فقال لي مع زوجته مامة حنان، قال لي عجبني عقلها. حللت المقالات بتاعته اللي كان بينشرها باسم نادية عابد في 178 صفحة. قلت له يا نهار أبيض. قال لي 178 صفحة. قال لي مرة أنا وهي اختلفنا
وهي كانت مسافرة الصعيد، راح لقيته هو مستنيها هناك في المحطة. تخيلي يعني. اللي عايزة أقوله لك إنه الشخص لما تبقى صديقة ليكي امرأة ذات ذكاء، يعني دايما هو كان أقول له أكثر ما في المرأة يقول لي عقلها، ذكاءها كده، كان يقول لي كده، لأنه فعلا ذكاء المرأة هو اللي بيفرق. المرأة الجميلة الذكية هي قطعة من الألماس موجودة في الحياة. المرأة الجميلة فقط صعبة تتعاشريها. المرأة الذكية ممكن تعاشريها حتى لو لم تكن جميلة. الرجالة تخاف من الست الذكية طبعا جدا. هو بيحب كانت فاكرة شخصية نورة في الفيلم بتاع رؤى. كل جميع الرجال يرغبن في رؤى. ما ينفعش تبقى رؤى وذكية الاثنين. لا ما ينفعش. لازم تبقى لأنه جميع الرجال يبحثن عن رؤى. ليه ما اعرفش، انا نفسي اسال. يعني اللي هي الست اللي هي تبقى في حالة اللي هي الاستسلام والتسليم. بس انا اتوقع ان رؤى كان عندها لعلمك الشخصية وكان عندها قرار. يعني انا بحس ان هي طبعا كان عندها قرار. يعني انا لما بتفرج على الفيلم ده انا بحس ان هي لا كانت صاحبة كلمة وصاحبة رأي وصاحبة قرار. بس حتى لو كان في تضحية. بس بتقولوا ازاي بتقولوا بشكل الام على فكرة. بشكل الام. يعني على فكرة جزء كبير جدا من نجاح العلاقة بين الرجل والمرأة ان تلعب دور امه، اخته، صديقته. ايوه. بس ما تطولش في دور الام. قولي لي ليه؟ لاني كان ليا صديقة صاحبتي، يعني هي ست مهندسة وست شاطرة جدا وعندها 4 أولاد وزوجها طبيب. فشلت العلاقة الزوجية ما بينهم بسبب إنه هو حاسس دايما إنها مامته. بيروح يقول لها على أخطائه، بيروح يقول لها على إنه هو اتجوز واحدة و هنا بقى في مشكلة. إنها أصبحت المنصة اللي هي بتستوعب كل الأخطاء وبتستوعب كل الخطايا يعني الجموح بتاعه وإنه هو مثلا عمل في موقف الفلاني. فوقعت ما بينهم العلاقة الزوجية كأزواج. العلاقة الزوجية اللي أقصد بيها العشرة. العشرة اليومية. ما خلاص بقى، ما بقت الأم اللي بتطبطب وتهنن وتعمل. يعني كوني صديقته بقدر، كوني أمه بقدر، كوني الأم الحنون اللي بتحتوي بقدر، كوني الزوجة بقدر، كوني الابنة المدللة، الحكيمة بقدر، وكوني الحكيمة بقدر، وكوني المرأة اللعوب بقدر، وكوني المرأة اللعوب بقدر، وكوني الابنة المدللة بقدر. دي احتياجات الرجل على فكرة لعلمك في المرأة أو في الزوجة. يعني هو بيبقى محتاج الست اللي هي اللي فيها الأمومة وفيها الدلع وفيها الحكمة وفيها برضو الذكاء والمنطق. يعني هو بيحب التوليفة دي. واتوقع ان طبعا ده بيبقى كانت التوليفة دي موجودة عند النساء زمان. وهما لم يحصلوا على اي قدر من التعليم. يمكن كانوا بعضهم امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن كان لديها ذكاء رهيب في التعامل مع الرجل، في التعامل مع ابنها، في التعامل مع جوزها. فاكرة فؤاد المهندس لما بيقول سك على بناتك وديهم المفتاح، يقول لها لا مامتك عمرها ما كانت بتكلمني وحش قدام الناس، بس لما ادخل البيت كانت بتكلمني وحش. ايوه ده ليه بقى صحيح يا علا؟ بمناسبة يعني الفقرة دي، ليه دايما الستات لما بتبقى بتكلم واحدة صاحبتها وتلاقي أول ما يبقى جوزها وبتبقى بتشتم جوزها، أول ما تلاقي الباب اتفتح وتقول لها ومحمود اهو جه وهعمل له بقى الباميه والفطار ويلا دلوقتي مع السلامه عشان الحق اكله. ليه دايما بتروح مشفته على طول بعد ما هي كانت شتماه وحسبي الله ونعم الوكيل ومش مسامحاه وما جابليش الخضار اللي انا عايزاه وجايب لي باميه وانا كنت عايزه حاجه لان بصي هي المراه بطبعها الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكفرنا العشير، يكفرنا العشير. ما شفتش معاك يوم حلو. يعني المرأة بطبيعتها هي طفلة. أنا عجبني شاعر
طبعا أمير الشعراء دكتور عصام خليفة صديقي يعني، قال أن المرأة كائن بين الرجل والطفلة. هو كائن كده، لا في حتة راجل وفي حتة طفلة، فهو كائن لازم تعامليه بصفة خاصة، فعلا لازم تعامليه. يعني المرأة حكيمة جدا في مواقف جليلة قد لا يتحملها رجل، وعظيمة جدا واستثنائية وزي الأسد بتقف، وفي نفس الوقت هي بتحتاج إن حد يطبطب عليها ويقول لها كلمة دلع ويدللها ويهننها ويجيب لها هدية ويجيب لها وردة. ما الحاجات دي كلها مهمة قوي. فالمرأة كائن لازم الراجل يتعب شوية عشان يفهمها. يعني انت عارفة كبسولة، تصدقي نفسي اعمل كبسولات كده، يعني اخواتنا بقى الكيميائيين يبتدوا يخترعوا هذا الامر، كبسولة كيميائية يروح الراجل بلعها، فلما يبلعها يبتدي تديله نوع من انواع الافكار، او تبقى تديله بقى نوع من انواع التغيير الكيميائي، بحيث ان هو يبتدي يقدر يفهم المرأة ويقرب منها. ما تفتكري يعني بهل يعني انا اتوقع ان الراجل مهما كان هو على قدر من الغباء، ولكن انا بشوف ان هو مع الست بيكون ذكي. ليه الراجل ما بيحبش يريح الست؟